اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو حلو وسهل وبسيط، فيديو توفير. يلا بقى نعمل شوية فيديوهات كده تكون موفرة شوية، نعمل شوية وصفات تكون سهلة وخفيفة في نفس الوقت موفرة. الدنيا غالية قوي قوي قوي، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. فبنحاول نعمل شوية وصفات تكون حلوة وسهلة جدا. النهارده بقى معانا فيديو ناجتس بطريقة مختلفة، بطريقة جديدة، سهل وبسيط وجميل جدا، والطعم بجد خرافة. بصوا، سامعين؟ بجد طعمه خطير جدا جدا. بصوا من جوه الحشو عامل ازاي، والكفر اللي بره خطير، طعمه جميل جدا. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف وصفتنا النهارده. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. ندخل هنا بقى كده على الوصفة بتاعتنا ونشوف معانا ايه. معانا كده 3 حبايات بطاطس متقشرين سلام زي ما هم، انا ما قطعتهمش. هنسلقهم وهنحطهم على النار دلوقتي. ومعانا دي مكرونة، ده كيس مكرونة 400 جرام اهو، 400 جرام برضو هسلقه. تمام كده. هنحط بقى على البطاطس مية ونحطها على النار. هنا كده البطاطس حطيتها على النار وولعت على مية اسلق برضو المكرونة بتاعتنا. وصفتنا بسيطة جدا وان شاء الله تعجبكم ويكون دايما عند حسن ظنكم. هنا البطاطس بقى سلقناها، طبعا احنا سلقينها صحيحة عشان انا مش عايزة فيها مية خالص، فانا طبعا اسلقها صحيحة علشان خاطر ما تبقاش فيها مية. لكن لو قطعناها تقطيع كتير فهي بتشرب مية، فاحنا حابينها من غير مية خالص يا جماعة. ههرسها كويس جدا بالهراسة بقى بالشوكة زي ما تحبي، الاسهل ليكي. معانا هنا بقى المكرونة بتاعتنا سويتها، يعني مش بس سليق، سويتها سوا فوق الكامل بشوية، سوا يعني كتير، يعني سويناها زي ما قال الكتاب مش سوا المعقول اللي احنا بننزلها ممكن تبقى ناقصة سنة صغننة عشان خاطر لما نحط الصلصة عليها ونشوحها شوية بتكمل سواها، فلا احنا سوينها سوا كامل خالص اهي كده زي ما انتم شايفينها. وبننزل عليها بالبطاطس وبنهرسها كويس. بصوا كده هي اختفت. معانا هنا التوابل، ملح وفلفل وشطة وكمون وبابريكا، بابريكا وكمون شطة فلفل اسمر والملح. طبعا وانا بسلق البطاطس بحط لها شويه ملح فما بكترش الملح قوي، وبرده وانا بسلق المكرونه بحط لها شويه ملح فبرده مش بكتر الملح قوي. هبتدي بقى اقلب اللي انا عملته كله، نحط عليه التوابل كده كويس ونقلبها كلها. هنا كده قلبنا الوصفه كلها. ومعانا دي كده ربع كيلو لحمه مفرومه، هو اكتر من ربع كيلو لحمه مفرومه انا فرماه وكنت حاطه في التلاجة. بصوا محطوط فيه طماطم ومحطوط فيه فلفل، انا بوريكم بس شرايح الفلفل. هو بصوا حتى كان جامد. السمنه كانت فيه، انا مطلعاه من التلاجة. انا طبعا متبلاه معصجاه تمام، عليه البصل وبعد كده حطينا اللحمه بصل وحطينا طماطم وحطينا فلفل اخضر بقى وفلفل الوان لو متاح، المتاح عندك. ده ربع كيلو او اكتر علشان خاطر يعني تقديرا هنجرب بربع كيلو، هنقول ربع كيلو وننزل عليه على الربع كيلو بالكميه اللي احنا عملناها. بطاطسيتين بقى هتعملي 3 زي ما انت حابه تعملي. قلبتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. انا بفصل الفيديو وبقلب وبرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس سبحان الله برضو بيطول مش عارفه ليه بس كملوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا. هنا كده جبت صاج من اللي احنا بنسوي فيهم بقى الكحك والبسكوت والحاجات دي. جبت صاج وفرشت فيه كيس بلاستيك كده، كيس تلاجة فتحته، كيس نضيف طبعا. حطينا عليه كده شوية زيت وهنقلب وهنمسح الكيس كله بالفرشة. الفرشة بتاعتي اتكسرت مني، شغالة برضو يعني مش هنقول لا. مش عارفة الفرشة التانية فين، بس دي شغالة. مفيش حاجة بتقول لا، هنصرف نفسنا وهنشتغل بأي حاجة. وصفتنا وصفة توفير، وصفة الأزمات. هنا كده كنت بحط حبة زيت علشان خاطر الكيس يثبت معايا علشان عمال يتزحلق على الصاج، فبقيت ارفع حرف الكيس واعمل في الصينية علشان يمسك. بصوا كده، واعمل في الصاج من تحت زيت علشان خاطر الكيس يمسك في الصاج.
تمام. هنبتدي بقى ننزل كده بالكمية اللي معانا، بطاطس على مكرونة على لحمة مفرومة. ممكن تعملي نفس الوصفة بدل اللحمة المفرومة تعمليها بفراخ. تمام. طبعا دي وصفة من وصفات توفير يا جماعة، يعني الدنيا غالية أوي اليومين دولت، وهنبتدي نعمل وصفات توفير منها حاجات مفيدة، يعني كلها مفيدة لولادنا، فيها لحوم فيها بروتين وفيها نشويات، وده المطلوب وده اللي ولادنا محتاجينه كتغذية، وفي نفس الوقت محتاجين تغيير في الأكل برضو علشان ما يحسوش ان احنا قصرنا معاهم في حاجة. قفلت برضو الفيديو وفردتها كويس جدا، بقيت اقابل ظهر المعلقة بالزيت عشان خاطر امشي بيها على الوش زي ما انتم شايفين كده. الوش فيه زيت بسيط علشان وانا بفرد، عشان خاطر افرد كويس جدا وتتفرد معايا ومتبقاش فيه حتة اعلى من حتة. بصوا يعني فردتها كويس، خدت وقت معايا في الفرد شوية بس فردتها. هي بصراحة ما خدتش وقت كتير في العمايل. انا كده تعتبر خلاص خلصت الخطوة الاولى. هنحطها بقى كده في الفريزر، بس طبعا هنقطعها الاول قبل ما نحطها في التجميد. هنبتدي نقطعها. انا كنت رحت فين هنا؟ لا جايه لكم ما تقلقوش، اهو جايه جيت. هنبتدي نقطع. لا هنا كده كانت هتمسك في السكينه، فطبعا هنبل السكينه زيت اهو كده. تمام. بصوا بوريكم الزيت، ببل السكينه زيت وبنزل فيها بقطعها. طبعا مش بحط السكينه جوه ازازه الزيت، بس انا حبيت اوريكم ان زيت وهبل السكينه. انا فضيت شويه كده في طبق جنبي وكنت بشتغل بيه. كل ما اجي اقطع هبل السكينه من الزيت علشان خاطر اشتغل وما تمسكش، لان طبعا الحاجه كلها مهروسه كويس فبتمسك في السكينه ومش هتخليها تتحرك كويس جدا. تمام. فهنبل السكينه في الزيت ونمشيها كده في قلب الصاج علشان خاطر نقطع. طبعا بتقطعي المسافات اللي انتي عايزاها، الاحجام اللي انتي عايزاها. انا كده هنا قطعت فحسيت ان في حاجات متقطعه عريضه فرجعت قطعتها تاني صغير. وبرضو الكبير دوت اللي هي القطع الكبيره برضو هقطعها نصين وانا بعمل، لان لقيتها كبيره قوي معايا. هنسيبها يعني ممكن تسيبيها ساعتين وتبتدي تشتغلي، لكن انا سبتها 6 ساعات. انا عملتها الصبح ودخلتها الفريزر الساعه 10:30 الصبح، عشان انا كنت عايزاها في نفس اليوم، يعني كنت هعملها للغدا في نفس اليوم. ودخلتها الفريزر وطلعتها الساعه 5:30 اشتغلت بيها، كانت جمدت جدا. هنا كده بقى معانا الخلطه بتاعتنا. معانا بيضايه هنضربها ونحط عليها فلفل اسمر وملح، وحطينا عليهم شويه لبن. بضاية، طبعا البضاية السعر بقى غالي دلوقتي، فاحنا هناخد بضاية واحدة ونعمل بيها الكمية المطلوبة مننا ونزودها لبن. حابة تحطي بيضتين برضو براحتك، بس احنا قلنا وجبة توفير فاحنا مش عايزين نزود فيها الحاجات اللي بتبقى غالية شوية. تمام. معانا هنا دقيق هنبهره، هنحط له ملح. دي سنة كركم عشان احنا عايزين يبقى لونه اصفر شوية. دي سنة كركم. هنحط له شطة، هنحط له فلفل اسمر. دي شطة يا جماعة، احنا بنحبه كريسبي شوية فعشان كده بحط له شطة. قصدي بحبها حراقة شوية سبايسي شوية. ده بقى الكريسبي الاصفر دوت. الكريسبي معانا بجيبه من عند العطار، بجيبه اللي هو الكريسبي اللي هو الحبيبات، اللي هي بيبقى لونها اصفر وحبيباتها بتبقى كبيرة شوية. دي كده انا طحنتها خدتها كده فرمة في الكبة قبل ما ابتدي اشتغل بيها. هنا كده الصاج بتاعنا بعد ما طلع من الفريزر. بصوا كده حتى لو تاخدوا بالكم، بصوا اهو انا بتكلكم عليه جامد، مش طريه طبعا زي ما كنا مدخلينها، جامده جدا. بس طبعا عاوزين نبتدي نسلك لان هي قعدت كتير في الفريزر. ممكن ساعتين تشتغلي بيه على حسب التبريد عندك، ساعتين 3. تمام. لو عملتيها من بالليل لتاني يوم الصبح ممكن تبتدي تشتغلي بيها برضو عادي، مفيش مشكله. هنا كده اهي طلعت معانا. طبعا هبتدي اطلع بقى، بصوا كده لما ابتديت اطلع كده بقت تطلع الكميه كامله ازاي معانا. هنا دي كده القطعة دي كبيرة، حسيتها كبيرة. طبعا بعد ما مسكتها في ايدي بقى وجيت اشتغل لقيتها كبيرة، فبصراحة لا قلت اقطعها. بصوا هنا كده اهي. طبعا الكيس ده عشان العجينة بتاعتنا او
الناجتس بتاعنا ما يلزقش في قلب الصاج، عشان نعرف نطلع بيه. نشد الكيس لفوق وهيطلع معانا على طول بكل سهولة. هنا كده معانا الدقيق المتبهر بتاعنا، هنحط فيه قطعة الناجتس ونبلها بالدقيق كويس قوي من الناحيتين، وننزل بيها على ننفض الدقيق برضو عشان اللبن ما يشربش معانا، اللبن والبيض ما يشربش معانا الدقيق، وتخلص معانا اللبن والدقيق بسرعة. بيشربهم ان انتي تنزلي دقيق كتير يعني في قلب الطبق. وبعد ما نخرج من البيض واللبن هنحطها في الكريسبي بتاعنا. كريسبي ممكن تحطي له شوية فيجيتار. انا طبعا اشتغلت كده شوية من غير فيجيتار، وبعد كده زودته فيجيتار، بس فيجيتار حار برضو، حطيت عليه فيجيتار حار. انا ولادي بيحبوا الحاجة بتبقى حار شوية، فبعمل طبعا اللي هما بيحبوه. اهم حاجة نرضي ولادنا. هنا كده كنت بعمل كام قطعة مع بعض علشان خاطر لما اروح للكريسبي او للفيجيتار بتاعنا نبتدي نشتغل. بصوا يعني عشان اعرف اشتغل كويس. تكة بقى عليها كويس جدا عشان تشرب الفيجيتار او الكريسبي بتاعنا كويس جدا. نبتدي بقى نعمل القطع كلها بالشكل دوت لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. طبعا انا عملت معاكم كام قطعة اهي عشان اوريها لكم. معلش انا بعتذر لو انا بطول عليكم في الفيديوهات، سامحوني. انا بشكر جدا كل الناس الجديدة اللي شرفتني واللي نورتني في القناة. بجد شكرا ليكم وشكرا لدعمكم معايا، ودايما كده يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. المشتركين الجداد نورتوني وشرفتوني والله. هنجيب صينية بقى نحط عليها اللي احنا عملناه. هنا كده عملنا حبة اهو، وطبعا بوريكم ان انا لسه معايا بقية الكمية بكملها. كمل بقى بقية الكمية ونبتدي نحمر. هي طبعا هنا كده لسه كانت طبعا في التدليجة يعني ساقعة، ما فكتش ولا حاجة مننا. سخنا بقى زيت وهنبتدي ننزل كده بقطع الناجتس بتاعتنا نحمرها. هنا كده احنا معانا البطاطس طبعا مستوية، واللحمة متعصجة كويس جدا ومستوية. تعصيج اللحمة هو موجود عندي على القناة، فيديو قديم ليا في القناة، وهعصجها معاكم في فيديو تاني وانزلها لكم. انا بعصج اللحمة يا جماعة بالكمية، يعني مثلا ما اجيب كمية لحمة اعصجها مثلا كيلو 2 كيلو لحمة، بعصجهم تعصيجة حلوة كده وازودهم بقى. بحب ازودها بالجزر والفلفل الالوان والفلفل العادي، وبرضو بديها طماطم مقطعة بقى او مضروبة، واحطها في التلاجة بستعملها فبتنفعني كتير، بتبقى جاهزة او في الفريزر. يعني بحط منها جزء في الفريزر وبحط منها جزء على الرف للاستخدام بتاعي. هنا كده هتاخد لون بس هي مش هتتحمر، لان هي مش محتاجة سوا كامل، لان كل حاجة جوه الناجتس بتاعنا مستوي. هو الفيجيتار بس اللي من بره دوت هيتحمر، يعني هياخد لون. وطبعا مش هنسيبه يتحرق مننا، احنا طبعا هنحمره تحمير حلو كده يبقى لونه جميل كده مستكاوي وجميل اصفر كهرمان كده، عشان خاطر يبقى حلو معانا ويعجب الولاد. وهنا كده حمرنا، وطبعا وهنبتدي نحط بقى، هنشيل الكمية دي وهنبتدي نحط كمية تانية. طبعا هتحمري الكمية اللي انتي محتاجاها. انا بقية الكمية معايا عملتها كلها وحطيتها في الفريزر في نفس الصاج كده. حطيتها في الفريزر لان طبعا على ما خلصت بقية الكمية في التتبيلة وفي البيض واللبن والدقيق وكده، والفيجيتار بتاعها كانت ابتدت تفك معايا شويه. حطيتها في الفريزر في الصاج برضو في الفريزر، سبتها لحد تاني يوم الصبح. وبعد كده ابتديت افضيهم في كيس على قد طبعا الوجبه اللي انا محتاجاها. حطيت القطع على قد الوجبه اللي انا محتاجاها. ممكن هنا كده تحطيهم كلهم في حبايبي كيس واحد طبعا على وصفتنا حسب خلصت. المساحه عندك، وبعد كده بتطلعيها النتيجة تستخدميها بجد عادي حلوة جدا. مفيش اي مشكله. سامعيني الصوت اهي بتقرمش، خطيرة بجد. عايزة اوريها لكم، افتحها كده من جوه. بصوا عاملة ازاي.
الكفر بتاعها الخارجي ما فكش. حاجات بسيطة جدا جدا اللي نزلت في الطاسة بتاعتنا، وبجد طعمها جميل جدا. انا دقت طبعا بس بدوق تاني. سامعين الصوت؟ سامعين صوت القرمشة؟ بجد خطيرة. وصفتنا سهلة، يا رب تكون عجباكم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، واستنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد، واشوفكم على خير.